فاتك سنة ما بيبي تعودنا عليك بالطيارة بالسيارة اليوم. الكلام صباح النور. شوية تمام، انت كيف؟ كتر خير الله مثل ما شايف. رميتني نحصاني ويا عمي مناخية خبوا كل صناني ويا ويلو شوفوها. اليوم الشامي مدرب بالنسخة العربية لبرنامج ذا فويس، وهو أصغر مدرب. ايه اصغر مدرب بالتاريخ. قد ايه حلوه. كتر خير الله. آه شيء كتير 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 محوري راح يكون بحياتي، أكتر من ما كنت متخيل حتى، لأنه صدى لبرنامج ذا فويس كيدز بالعالم العربي كتير واسع، والمسؤولية حساسة شوي عليه، وبنفس الوقت التجربة حتكون حلوة، وأنا بحب هذا المكان. انت قدمت انت وصغير على البرنامج وصار معك شغلة ما قدرت تسافر على لبنان لتصور. اليوم انت مدرب بهالبرنامج. صح، كان من كم سنة حلمي كنت حختار كاظم الساهر بالمناسبة. ايه. كان حلمي ليه كنت رح تختار، قبل ما تقلي شو كان حلمك، ليه كنت رح تختار كاظم؟ كاظم الساهر لأنه مدرسة. الإنسان يلي عنده شيء بس بيخصه وهوية بتخصه ومشكل مدرسة إله بعد فني مختلف عن أي إنسان آخر بالعالم. كاظم الساهر حالة استثنائية، فأنا كان بدي أشوف شو هالخصوصية الفنية اللي عنده، عبالي يكون جزء منه. هذا أول موسم في العالم العربي، حتكون تحدي إنه لازم نخلق روح الفرح على المسرح. لما اجاك العرض انك تكون من بين المدربين، كيف هيك رجعت بالذاكرة لورا؟ كيف تذكرت انه انت كنت عم بتقدم وصار معك ظرف؟ خبرنا كمان شو الظرف اللي صار معك ما قدرت توصل. كنت عم أقدم وبعده عندي الفيديو اللي بعته وقديش كان عبالي إني أكون جزء من هذا البرنامج. فأول شيء لما إجاني العرض إنه أكون أنا مدرب بذا فويس كيدز، رجعت لورا وكنت عم بتذكر اللحظات القهر يلي عشتها، إنه ما قدرت أكون موجود، وعم شوف رب العالمين كيف بيعوضك، وعم شوف كيف لما بتلاحق حلمك بالطريقة الصح وبتحطها بمكان الصح بتوصلك ما أبعد من ما بتكون بتحلم. كان حلمي المسرح، موهبتي عادتنا على الكرسي. هذا اللي عم حاول أقول لك، إنه سبحان الله رب العالمين مع الاجتهاد مع الموهبة بس تشتغل عليها بتحطك أهم من حلمك. بعدك عمر مهوين عمر يلعيب يأتيني بنظرة زوين، وهالمرة ما حذرته، أنا اللي حاختار أحلى صوت. انت اليوم على الكرسي وكتير من الناس انتقدوك انه ليش شامي اليوم على كرسي لجنة ذا فويس. ليش شامي ما بده يكون على لجنة ذا فويس؟ عندي كل المقومات الأساسية اللي بتأهلني إني أكون عم بعطي جيل جديد. عندي هويتي الموسيقية الخاصة فيني، والهوية الموسيقية قليلة بالعالم العربي اللي عندهم إياها بتخصهم بس. أنا كاتب وملحن موزع ومنتج، يعني عندي رؤية فنية. يعني المليارات الاستماع يلي عاملهم بحياتي هن كانوا قراري واختياري وكلماتي وألحاني وإلى آخره. يلي بيقدر يخلق غنية من الصفر ويوصلها لقلوب الملايين أكيد بيعرف يقول إذا هذا الصوت حلو أو لا، وأكيد بيعرف يهذب هذا الصوت مثل ما هذب صوته ووصل للناس. يعني عندي خبرتي وتجاربي الخاصة يلي بيحق لإلي إني انقلها للجيل الجديد، وبحس واجب فني. أنا عبالي أعمل هذا الشيء يعني. يا الليل ويا العين من بعدك عمر مهوينا عمر يا العيد يأتيني بنظرة زوينة. لو بدنا نسمي مدرسة الشامي الإنتاجية، شو بيكون قواعدها الثلاثة؟ مدرسة الشامي الإنتاجية شو قواعدها؟ أول شيء البساطة، يعني قد ما بيحسوها معقدة قد ما هي بسيطة. إذا بتنتبه بموسيقتي بالتوزيع، فاضي. أنا توزيعي مش كتير عاجل، زائد الكلام واللحن عنده طريقة معينة بالتقطيع يطول الشرح فيها،
والجملة اللحنية البسيطة ما بعقدها كتير على إذن المستمع، فبتوصل لإذنه ثم بتوصل لقلبه أسرع. شو بصير عادة على المسرح؟ دايما تتعرض بتلاقي أشخاص من الجمهور بيطلعوا لعندك على المسرح. شو أول شيء هيك بتحسوا؟ شو الإحساس اللي بيجيك؟ بتحس بالخوف؟ بتنبسط ولا؟ أحيانا بخاف لأنه ما في أعرف شو حالة الجماعة. في شيء اسمه حالة الجماعة اللي هو لما بيكونوا 10,000 أو 8,000 شخص بالمسرح وبصير في عندهم شعور واحد ونبض واحد. هي حالة الجماعة ما بتعرف شو بتجيش شعور عند الشخص. فأول شيء بنقص مش من الأذى، من المحبة نفسها. بس دائما بكل المرات اللي صارت يعني بستقبلهم بحضن، حتى لو بمحل معين ممكن يكون هذا الشيء مأذي لإلي، ما بعرف أكون غير لطيف معهم، بفهم محبتهم الله يديمه. يعني هي اللي مخليتني هون اليوم. شامي، واضح انك كتير قريب من اهلك. شو دور والدتك ووالدك بدعمك ووصولك لهون اليوم؟ ايه صراحة كتير قريب من اهلي، وهن محور حياتي ما بعد الفن. انا ما عندي علاقات اجتماعية كتير واسعة، محاور حياتي هن العمل والعائلة. امي الشق العاطفي والمعنوي، بابا يلي بيقويني. بابا يعني هيك رجال صلب جدا وقواني، رباني على الصلابة كل حياتي. وامي ام عبدو الحنينة يعني الله يطول بعمرها، اللي بتطبخ لنا اكل طيب وبتدعي لنا، ولما بنتعب بتلحمس على شعراتنا. عملت دور الام بحياتها معي على اكمل وجه. امي مثالية، وبابا عطاني كل شي صح بالدنيا، والمش صح بالدنيا شفته صح لانه من ابو عبدو يعني. فكتر خير الله، هي من أهم النعم يلي بحياتي هن عائلتي. بيقووك بأوقات الضعف وبيحطوك بالمحل يلي أنت مالك بحاجة حدا لأنه عائلتك معك. شو أجمل دعوة من أمك بتقلك إياها؟ الله يحبب خلقه فيك، بتضل بتدعي لي إنه الله يحبب العباد فيه ويصير عندي القبول للناس، وشكل أم عبده دعواتها مستجابة. أكيد. وشو أجمل نصيحة اللي هيك اللي دايما من الوالد بتضلها معلقة؟ والله بابا دايما بيقول لي انه اكثر شغله بيخاف علي، لانه طبعا هي هلا ما بقى اعطاني اياها، بس اكثر شيء كرره بحياتي لانه انا انشهرت بعمر صغير، انه خليك على الارض، خليك قريب من الناس. بابا انسان كتير بسيط وابن حي وقريب من عائلته الكبيره والصغيره وقريب من الناس. فبيقول لي انه مهما كبرت عماتك وخالاتك والناس ورفقاتك واولاد الحاره الابعاد والقراب هدول مجتمعك، هدول جزء منك. فدايما كان بينصحني اني اكون على الارض، وانا بسمع النصيحه. بتزور ولاد حارتك؟ ايه مش من وقت بعيد زرت ولاد حارتي، وعلى تواصل مع كل الناس. ما قطشت حدا، او كنت يعني بعدني قريب من مجتمعي وقريب من المجتمع الفني، عامل هي الوسط بين الاثنين، لانه ما في بعد عن بيئتي ومجتمعي 100%. رميتني نحصاني ويا ميمنة خيال، خبوا كل ظناني ويا ويلو شو خوان.